هاي شباب، ايه الاخبار؟ الفيديو ده يكون مختلف شويه عشان حسيت ان دايما لما بكون بشرح حاجه بكون بجري في الكلام عشان افهمها، بس ممكن ما تكونش بتوصل لكم قوي. فقررت فرح كانت قاعده جنبي بالصدفه، فقلت ان هي تخش معانا في الفيديو. هشرح لها انا هتكلم في ايه النهارده. لازم بيضحك كده. اشرح لها انا هتكلم في ايه النهارده علشان هي مش عارفه احنا هنتكلم في ايه، مش عارفه احنا حتى هشرح ايه. فهشرح لها الموضوع ومنه انتوا ممكن تستفادوا، لان انتوا ممكن تكونوا اول مره تسمعوا الموضوع. النهارده هشرح شوفاي بلانز، هشرح ايه الفروقات اللي بينهم، وهشرح كل حاجه بتفرق في ايه، وامتى نعلي البلان وامتى نفضل على البلان بتاعتنا. فبرضه في الشير سكرين هنا تكونوا شايفين ان في، وفرح برضه شايفه معانا يعني، في فور بلانز: البيسك والجرو والادفانسد، وفي البلان الخامسه دي اللي هي البلس. اول حاجه البلانز دي لو هندفع مانثلي هتبقى $27، 72، 399. واول تو بلانز دول الفتره دي بس عليهم اوفرز، يعني لو جينا في وقت تاني في غير تاريخ الفيديو ده هنلاقي ان الطبيعي هم $32، $92 في الشهر. ولو الفتره دي هندفع انيوالي هيبقى $19 و54 هنضربهم في 12 شهر ونبدا ان احنا ندفع. طيب بص يا فرح، الفرق بين البلانز دي ايه؟ الفرق بسيط قوي. انا بالنسبه لي فرق هما في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه هي الترانزاكشن فيز، تاني حاجه الستاف اكاونتس. طيب يعني ايه ترانزاكشن فيز؟ يعني انا دلوقتي لو انتي عندك براند وجيتي ناس كتير قوي بتدفع لك فيزا، مش بيدفعوا كاش اون ديليفري. اوكي. فالناس اللي بيدفعوا لك فيزا دول شوبيفاي بتاخد برسنتج من الناس اللي بتدفع فيزا. مم. ففي اول بلان هتلاقي الترانزاكشن فيز هنا اهي 2%. تمام. البلان الاعلى 1%، والبلان الاعلى 0.6%. فلو انا مثلا في البلان الاولانيه انا بدفع 2%، لو في مثلا ببيع ب 100 جنيه، شوفاي بتاخد 2 جنيه على كل ترانزاكشن. كتير. حلو. طب لو ببيع 100,000 جنيه احسبيها، لو ببيع 1,000,000 جنيه فيزا ايوه، احسبيها. ايوه. فهتلاقي ان انتي في الاخر ال2% دول، انتي لو زودتي البلان الاعلى وخدتي ال1%، هتلاقي ان بيوفر عليكي. هتلاقي ان الفرق بين ال27 وال72 دول انت كده كده بتدفعي اكتر منهم لو بتدفعي ال2%. ده الفرق الوحيد. هقول لك الفرق التاني. ده الفرق اللي في حته الترانزاكشن فيز، واما تبيع باكتر من 4 مليون جنيه هتلاقي ان برضو فرق الفلوس ده لو كلهم فيزا. بس نركز في الحته دي، لو كلهم فيزا. مم. لكن لو كاش اون دليفري مش فارقه. اوكي. فانت بتبقى عارفه مبيعاتك، لو ببيع فيزا اكتر او اونلاين بيمنت ايا كان هي ايه يعني، او ببيع كاش اون دليفري، ببدأ ان انا اقيم بقى هنا، لا ده انا لو عليت البلان هيكون اوفر لي. لو عليت البلان الاكتر هدفع 0.6، يعني على ال100 جنيه هدفع حوالي نص جنيه. الماس عندي بيقول انا الماس بيقول لك ايه؟ طب قولي لي. بيقول ان الفرق من 27 ال لاتنين 72 وسبعين كبير. كبير، ان طيب ده اصلا ممكن ال2%. يعني هو اخدهم، يعني فاهم. دلوقتي لو انا في البلان حاسس البيسك. ان هو اخد ال2%، امم وهياخد عليهم كام 1%. لا، ما انا لو عليت البلان هياخد 1% بس. ايوه، ما هو كده كده اوريدي في فرق. فانا وفرت كام؟ وفرت 1%، يعني بدل ما بياخد 2 جنيه بياخد جنيه. هتلاقي الجنيه اللي انتي وفرتيه ده اكتر من الفرق بين ال27 و72. ايوه، انا بتكلم في كده بقى. هو الكلام ده على سكيل كبير. لو انتي لسه بادئه فطبيعي تاخدي البيسك. بس لو لقيتي نفسك بتعدي اونلاين مم. بيمنت مليون جنيه، هتلاقي ان انتي الفرق ده، ال1% نفسه اوكي، اغلى من ايوه، ده. ايوه. ال1% اه، الفرق بين دي ودي اغلى من الفرق بين ده وده. ماشي، ماشي. وهتلاقي ان ال0.4، 6. الفرق ما هي دي 0.6 ناقص 1. اه، ماشي. مش هنا 1 هي برسنت، خلينا ايوه، ايوه، نعمل اهو. صح. وهنا 0.6، الفرق بينهم 0.4. هتلاقي ان 0.4، شايفه الفرق بين 72 399، هتقولي ايه ده؟ هدفع ده كله على 0.4. هتلاقي ان 0.4 دي على رقم مبيعات معين اكتر من الفرق بين 399 وفرق بين اوكي، 72. ماشي. انا كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هعمل ماينس 399 ناقص 72. لو حسبنا 399 ناقص 72 هيطلع لنا $327، يعني حوالي 18,000 جنيه. وهنحسب ال 0.4 دي هتوفر لنا كام على حجم مبيعاتنا. لو هتوفر لنا اكتر من 18,000 جنيه خلاص هنشترك في بلان. لا مش هتوفر لنا اكتر خلاص، يبقى احنا دلوقتي هوفر لنا نفس الكلام نعمله في الحتة دي. هنعمل 72 ناقص 27، وبعد كده نبدأ نشوف ال1% ده اكتر من الفرق ولا اقل من الفرق، وعلى اساسه نختار البلان بتاعتنا. اوكي، بس. ماشي. فده اكبر فرق فيهم. الفرق التاني اسهل من ده بكتير بقى، مش هياخد معانا الوقت ده كله. بس اقتنعت يعني. الفرق التاني هو الستاف اكاونتس.
اول بلان ما فيهاش ستاف اكونتس. يعني لو انت عايزه تدخلي حد يعمل لك ميديا باينج، او عايزه حد يمسك لك الماركتنج، او عايزه حد يعمل لك ابلود للبرودكتس، او حد يساعدك في الاونلاين ستور، لازم تديله الاكونت بتاعك انت. مش بتقدري الاكونت ليه هو لوحده، مش هينفع تاخدي بيبقى الاكونت ليه اكسس بتاعه. على كل حاجه يعني. بيبقى ليه اكسس على كل حاجه، لكن في البلان التانية بيبقى فيها تحت هنا 5 ستاف اكونتس، ودي مفيده جدا. انت بتاخدي الاكونت بتاعه، تديله اكسس للحاجات اللي انت عايزاه يشوفها، الحاجات اللي ليها علاقه عشان بشغله. ما يشوفش انا بعت بكام. بالظبط. ما هو ممكن يكون ميديا باير، فلازم يشوف انت بعتي بكام، ملهاش علاقه. بوظ لك الدنيا. والبلان التالتة فيها 15 ستاف اكونت، برضه دي على ليفل اعلى يعني. دول الثري بلانز اللي متعارف عليهم. طيب البلان الرابعة دي اللي هي شوبيفاي بلس، دي بيبقى ليها اول حاجة سبورت من شوبيفاي مهتم بيها هي بس. دي معظمها بتبقى براندات في انجلترا وامريكا، لان هو الدولار بالنسبة لهم حاجة طبيعية. احنا في مصر هو اللي عندنا كبير، بس هم طبيعي بالنسبة لهم انهم يدفعوا سبسكريبشن زي ده، لانهم بياخدوا فيتشرز قدام كتيرة جدا. في بلانز برضو هنا تانية، في تو بلانز دول مش مفيش ناس بتتكلم عليهم قوي. والبلان دي بتبقى ان انت بتبيع throughout السوشيال ميديا، ما بيبقاش ليك ويب سايت كامل، بيبقى ليك اونلاين ستور بسيط قوي، هو لينك مثلا بس. زي لينك وفي الايتمز بتاعتك محطوطه وخلاص. الموضوع مش كبير زي ويب سايت كامل. كان اسمه ايه، انستجرام شوب ولا مش عارفة حاجه ايه؟ شبه الانستجرام شوب بس تبع شوبيفاي، حاجه شبه كده بالظبط بس تبع شوبيفاي. البلان دي ليها علاقه بالبي او اس، ان انت بتستلمي الجهاز اللي هو زي بتاع الكاشير، اسمه بي او اس، وبتبدأي تبيعي بقى ريتيل، اللي هو قطاعي يعني في اون جراوند مش اونلاين. بس دي كانت كل حاجة، ويعني واضحة الدنيا بالنسبة لك ولا؟ بصراحة والله. واضحة بجد. والله العظيم. اقسم بالله دي يعني مش عايز اقول أقسم معجزة، هي بالله. فرح كده ذكية جدا بس طب ليه؟ ذكية جدا والله. طب انزل. لا خلاص، هي والله كده ذكية، بس بجد هي ما كانش عندها اي معلومة على الكلام ده كله، وانا بصراحة كنت عايز حد يفضل يسألني كده عشان اجاوب، عشان ارد يعني.